ده علم جمهورية مصر العربية، أما ده بقى فده علم دولة فلسطين المحتلة. والنهاردة احنا معانا أكلة من التراث الفلسطيني الأصيل، ولكن قبل ما نبدأ نعرفكم إيه هو المخطوم الفلسطيني لازم ندعي لإخواتنا في غزة والضفة الغربية. يلا بينا. أول منتج من منتجات المخطوم الفلسطيني هو التين المجفف السوري المتقطع. تاني منتج معانا هو الزبيب المصري الجولدن. تالت منتج هو الكاجو الهيفيتي الفيتنامي رقم 1. لوز أمريكي رقم 1. منتج رقم 5 هو عين الجمل الأمريكي. فستق حلبي مقشر ومحمص. بندق تركي برضه رقم 1. سمسم هندي محمص عشان رطوبة. فول سوداني مفصص ومقشر. لب قرع أو بذور اليقطين. حبة البركة أو الحبة السوداء. ده بقى منتج حليب الصويا، القليل من حب الرشاد، القليل من البروبليس. حبوب لقاح رقم 1 من مزارعنا في المنيا. طلح نخل طبيعي بلدي. القليل من الجنسنج الأحمر الكوري، الكيلو بتاعه ب 10000 جنيه. عشبة الأشواجندا، العشبة اللي طلع ترند اليومين دول. هند سريلانكي رقم 1 مبشور ناعم الحبة. اهم منتج من المنتجات اللي بتتحط في المخطوم الفلسطيني هو البلح. انا بفضل المجدول المصري لان ده من اجمل انواع التمور اللي موجوده في العالم. في ناس تانية بتستخدم الوادي وفي ناس تانية بتستخدم بلح السعوديه. انا افضل دايما البلح المجدول المصري متقطع 4/4. ده زيت حبه البركه معصور على البارد. زيت سمسم مصري خالص. زيت زيتون بكر عصره اولى من سينا. عسل سدر جبلي مصري، الكيلو بتاعه 1400 1300 في الرينج ده. نفتحه مع بعض. زهور متنوعة من مزارع الياسمين. عسل جبلي بيتجمع بواسطة الأهالي، واحنا عندنا مصادرنا الثقات اللي بنقدر نجيبه منهم. العسل الأغرب على الإطلاق عسل زهرة الصمت، بيجي من مزارع في الوادي الجديد، إنتاج شركة اليماني. أنا دايما بفضل أحط مع المخطوم الفلسطيني جزء من العسل الأسمر البلدي الجميل، عسل ناجي حمادي، لأنه عسل غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض. نيجي بقى لبطل حلقة النهاردة، هو غذاء ملكات النحل الأغلى على الإطلاق. العلبة دي ب100 جنيه. دلوقتي بقى نتوكل على الله ونقلب منتجنا الجميل المخطوم الفلسطيني. وده كده الشكل النهائي للمخطوم الفلسطيني، متوفر في فرع مدينة نصر ومتوفر أيضا في فرع العبور. فواز المستكاوي، زورونا تجدوا ما يسركم.